مسا يا افلامجيه، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده جايب لكم حلقه مختلفه وهو عن شخص معين انا بحبه من صغري واتربيت على صوته بصراحه. ولكن النهارده هحكي لكم عن الجانب المظلم او الجانب المكافح من شخصيته، ويمكن كتير مننا ما نعرفهاش. يلا بينا نبدا. يلا بينا. كلامنا يا صديقي المرة دي عن شخص أنا متابعه بصراحة من وأنا صغير، وكل ما بيطلع في لقاء بيقعد يتكلم عن التحفيز وقد إيه النجاح دوت شيء مهم، وبيقعد يحفز فينا كلنا. ما تيأسش. يعني أنا عارف إن في ظروف صعبة كلنا عدت علينا كلنا. في ناس أقل منك وظروفها أصعب منك وصلوا لأقصى أحلامهم وأكتر. فبما إن في ناس ظروفها أصعب منك وصلت، أنت كمان تقدر توصل. واللي بيخلينا صدقه عن غيره هو إنه فعلا مر بظروف زي دي فعلا، وعدى بحاجات صعبة كتير، خصوصا لما والده سافر وهم في سن صغير، وسابوا هو وأخوه ووالدته، وكانوا هما المسؤولية الوحيدة لوالدتهم، وفي نفس الوقت كانوا صغيرين في السن والدنيا مش واقفة معاهم ومش أحسن حاجة. ولكن قرر ساعتها ان هو لازم يهتم وينمي الموهبة بتاعته، وبالفعل راح قدم في نادي كورة وهو النادي الأهلي، وبالفعل اتقبل ولعب فترة في النادي، والنادي استغنى عنه بعد فترة. ولكن رجع ويئس وتعب وحس بالإحباط، واشتغل في بنزينة واشتغل في سوبر ماركت واشتغل بياع عطور. مش عيب انك تشتغل حاجات كتير حتى لو مش على هواك. ولكن فوق ده كله افتكر برضه موهبته ولازم يشتغل عليها. دخلت مرحلة ثانوية عامة، وهي دي بقى اللي بدأت إن أنا عايز أروح مكان يسمعني أي حد. وهي الفكرة اللي خلته ياخد أخوه ويروحوا مع بعض لمكتب إنتاج شهير أو لمنتج معين، وهو كان بعيد عنهم شوية في المسافة. وهو ساعتها راحوا هما الاتنين، وكان كل تكلفتها 3 جنيه بالظبط، وهو ده كان سعر الأتوبيس ساعتها. ركبوا هما الاتنين الأتوبيس وراحوا المكان دوت. وبالمناسبة المكان كان بعيد عنهم شوية، ولكن أول لما راحوا اتفاجئ إن المنتج دوت خلص، وللأسف بص عليهم بس كده ومشي. مكانش قدامه اي حل غير ان هو يستنى، لان هو اتكلم ساعتها وحكى الموقف وقال ان هو ساعتها ما كانش معاه فلوس او امكانية ان هو يروح ويرجع تاني يوم. وهنا اضطر هو واخوه ان هما يعملوا فكرة حلوة جدا، وهما يروحوا يقعدوا في قهوة ويستنوا لما النهار تاني يوم يطلع عليهم ويروحوا للراجل ده تاني، مفيش مشكلة. ولكن اللي حصل هنا ان هم راحوا بالفعل قعدوا في قهوة، ولكن صاحب القهوة جه يقفل وقال لهم انتوا ليه لسه قاعدين هنا؟ فحكوا له الموقف، قال لهم خلاص هوفر لكم مكان تناموا فيه لحد الصبح. وبالفعل اول ما النهار طلع قاموا خدوا بعضهم وراحوا لمكتب الانتاج تاني، ولكن المرة دي غيروا هدومهم، او بمعنى صح بدلوا هدومهم مع بعض عشان ما يبقاش شكلهم متشابه بالمرة اللي فاتت او بالمرة بتاعت امبارح. تاني موقف يا صديقي، وهو لو انت ما تعرفش، فالشخص ده من شدة الظروف الصعبة اللي هم كانوا فيها اضطر يبيع عفش البيت بتاعهم. ففي منتج مرة قال لي أنا هنتج لك كده ولازم تجيب لي 5000 جنيه. أنا مش فاهم طبعا، هو نصاب. بعت جيتاري وحاجات من البيت وكده. ومش بس كده، ده كان بيعاني من الفقر في حالة شديدة جدا. ويمكن ده اللي بيخليه كل برنامج او كل لقاء صحفي بيطلع يتكلم فيه بيهتم جدا بنقطة الشباب وبنقطة التحفيز وبنقطة النجاح، وقد ايه ان الواحد لازم يعافر ولازم ينجح. مش بس الظروف كانت صعبة عليه، ولكن كمان الشخص دوت في بداية مشواره قابل شوية اخبار مزيفة كتيرة جدا طلعت عليه كفيلة ان هي تدمر اي حد نفسيا. فكرة الإشاعة، بس في إشاعات ممكن تضايق بيتي، فاهمة؟ الحاجات المهمة اللي هنتكلم فيها وهي ان احنا ننصف الشخص ده ونديله حقه. ولكن خليني قبل ما ادخل في النقطة دي اسألك سؤال. لو انت مكانه، والله اعلم ممكن ظروفك تكون اصعب من ظروفه، ولكن هل هتيأس وهتستسلم وهتقعد حاطط ايدك على خدك، ولا هتقعد تنحت في الصخر وتحاول عشان توصل، وتحاول مرة واتنين وعشرة، وحتى لو باب او بابين او 10 اتقفلوا في وشك هتحاول في البيبان التانية؟ هي دي الفكرة. كان بيحب الكورة قفلت في وشه. كان بيحب التمثيل، ما توفقش في بداياته. يعني مش مشيت بإرادتي زي ما النادي استغنى عني. رحت أمثل، ما نفعش. المفروض بقى إن أنا أحبط بقى، مفيش الكلام ده عندي بقى. كان بيحب كذا حاجة ولكن ما نجحش فيها، ولكن عافر على حاجة معينة جدا
وهي دي اللي اشتغل عليها ونماها وطورها بشكل ملحوظ جدا وشكل رهيب جدا. الشخص ده يا صديقي من كتر ما هو سالك كده ونضيف من جوه وحد بيحب الخير للي حواليه، مش عايز اصدمك واقول لك ان هو من ضمن المواهب اللي قدمها كان المخرج محمد سامي، وهو بالفعل اللي قدم المخرج محمد سامي للساحة الإخراجية في سنة 2012 عن طريق المسلسل بتاعه. وكمان يقال ان هو اشترى له كاميرا على حسابه الخاص عشان يصور بيها المسلسل ده. من كام سنة اتعمل له بصمة يد في متحف كبير جدا في هوليوود، والمتحف ده بيهتم جدا ان هو يعمل بصمات لكل الممثلين او المؤثرين حول العالم، ومنهم ذا روك وشاكيرا وجاكي شان وويل سميث ونجوم كتير جدا، وكان من ضمنهم النجم المصري تامر حسني. غير الارقام والريكوردات اللي حققها يا صديقي اللي تخلينا نقول ان تامر حسني حالة فنية صعبة انها تتكرر في الحقيقة، سواء في الغنى او في التمثيل او في الكاركتر الشخصي بتاعه. وده اللي بيخليني احب اتفرج عليه جدا، لان دي حاجة عفوية جدا جواه، وهو بمصطلح البلدي بتاعنا ان هو شخص كده تحسه ابن بلد، شخص تحسه ان هو صاحبك كده، مش حد مثلا فوق وانت تحت او مختلف، لا تحس ان انت بتعامل مع حد طيب او حد عارفك وانت عارفه او انتوا صحاب من زمان، مش متعود يخفي نفسه. وفي الفترة الأخيرة بقى بيظهر كتير على السوشيال ميديا وبينزل بوستات، ومن أهمها البوستات اللي بينزلها عن النجاح وعن كمية الإصرار والمعافرة والحاجات الهادفة جدا اللي بيحاول يوصل بيها للشباب. ولكن خليني أقولك إن هو برضه بيحاول يبقى متواجد بشكل أكتر بره السوشيال ميديا، وما بيتأخرش على أي حد في حاجة. كبرنا وعقلنا ما بقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا. بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس. بطلنا نحب زيادة، ما بطلناش إحساس. كتير مننا بنلاقيه مثلا في الشارع، بنلاقيه في فرح، بنلاقيه في أي حاجة، بنلاقيه واخد راحته كده مع الفانز بتوعه أو مع إخواته أو مع أصحابه. شغلوا الأغنية وأنا موجود. ويا الدنيا لما بتضحك وتبقى راضية، يا الدنيا في ثانية ملت لي حياتي الفاضية. تامر حسني كمغني، اللي ما يعرفش تامر حسني كمغني حقق رقم تاريخي جدا في 2010 في حفلة المغرب، وهو سجل حضور جماهيري حوالي 250 ألف بني آدم، وهو كان أكبر رقم ساعتها، أو بمعنى أصح 250,000 شخص حضر له حفلة، وهي كانت أكبر ريكورد حققه وكان في المغرب. وبالمناسبة من ضمن الألقاب أو الجوائز المؤثرة اللي خدها في حياته وهي جايزة أفريكان ميوزك أورد، والجايزة دي تحديدا بيدوها لأفضل مطرب في قارة أفريقيا كلها. دي من الناحية الغنائية يا صديقي، ولكن نيجي تاني للناحية السينمائية أو الناحية الفنية. مش شرط تطلع على أكمل وجه، ولكن شرط إن هي تنجح، وهنا النجاح مقصود بالجماهيرية بتاعته، اللي هو بالمناسبة لو طلع كح أو عطس هيجيب نسب مشاهدة، لأن الناس متعودة عليه وبتحب تشوفه. ولو حابب تدخل بنفسك وتتأكد وتسمع بنفسك الكلام ده، تقدر تدخل وتكتب على اليوتيوب رحلة صعود أو تامر حسني رحلة صعود، وهو كان برنامج صغير كده حوالي 4 أو 5 حلقات اتذاع على MBC مصر فيهم المواقف دي، ويمكن حكى مواقف أكتر منها كمان. ودي كانت نهاية حلقتنا يا صديقي. ما تنساش لو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي رأيك في الكومنتات. سلام.